اهلا بكم في الملكي مع مينا. النهارده هنعمل حلقه خارج النادي الملكي ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. ماتش قوي جدا في الجوله العاشره وهيبين شويه من ملامح الدوري ماشي ازاي او هيروح في اي اتجاه. النهارده في الحلقه هنتكلم على جزئيتين: التشكيل المتوقع والتشكيل الافضل لكل فرقه، والنقطه الثانيه مين الفريق اللي عنده الحظ الاكبر انه يكسب وايه عوامل ان هو يكسب. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم ملوك، خليكم معانا. نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نظرا للغيابات الكتيره الفتره اللي فاتت، مستر كولر ابتدى يالف كتير في توظيف بعض اللعيبه في اماكن غير اماكنها، وده ادى الى مستوى مهزوز جدا في الدوري خلال الماتشات اللي فاتت دي قدام اورلاندو بايرتس. فانا اعتقد ان مستر كولر لو استمر على التاليف وفكر يلعب بتشكيل زي اللي لعب بيه قدام فاركو اكيد هيتغلب، وممكن يتغلب بنتيجه كبيره. علشان مستر كولر يؤدي لقاء مقبول قدام بيراميدز فريق قوي جدا، لازم يلعب بالتشكيله في نفس المحتوى اللي انا هقوله ده. انا اعتقد ان هو محتاج قرار جريء جدا بانه يبتدي بمصطفى شوبير في حراسه المرمى ويخلي الشناوي دكه. ليه؟ مصطفى شوبير بيتعامل مع الكرات اللي بتتشات من بعيد بشكل كويس جدا. الشناوي عنده مشكله كبيره جدا في الكرات اللي بتتشات عليه من بره منطقه الجزاء. يعني احنا شفنا الكره اللي دخلت فيه من المترجي في الماتش اللي فات، كذا تسديده من بره منطقه الجزاء بتغلط وبتدخل جول. فالنادي بيراميدز عنده ابراهيم عادل ممكن يشوط من بعيد، الكارتي ممكن يشوط من بعيد، مصطفى فتحي ممكن يشوط من بعيد من بره منطقه الجزاء، ممكن يسببوا صداع كبير للنادي الاهلي في الكرات اللي بتتشات من على حدود منطقه الجزاء. فاللعب بمصطفى شوبير اعتقد انه حاليا هو الافضل في ان هو يبتدي بشوبير. على الباك اليمين محمد هاني، جنبه رامي ربيعه وياسر ابراهيم. باك شمال اعتقد الافضل انه يبتدي بكريم الدبيس. قدامهم مروان عطيه، قدامهم اتنين على اليمين السوليه، على الشمال امام عاشور. دي تبقى طريقه اللعب لو الاهلي بيحضر لعبه وهيهاجم، علشان السوليه ممكن يزيد ويشوط، امام عاشور ممكن يزيد ويشوط، ولكن في اللعب الدفاعي لازم السوليه يرجع تاني جنب مروان عطيه يلعبوا هما الاثنين 6، بحيث السوليه يميل دايما ناحيه اليمين يسند ناحيه محمد هاني، ومروان عطيه يبقى ناحيه الشمال بيسند مع كريم الدبيس، وينزل امام عاشور يملا المنطقه اللي في وسط الملعب بتاع النادي الاهلي. من القدام يلعب بيه جناح يمين عمر كمال عبد الواحد. ليه عمر كمال عبد الواحد انا بحطه في المكان ده ومش حاطط مثلا لاعب زي عمر الساعي؟ عمر الساعي لعب اقل بكتير من عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد رجله في الملعب اكتر. كمان في ميزه تانية عند عمر كمال عبد الواحد انه بيلعب عرضيات بشكل كويس، وهو اساسا بيلعب في مركز الباك اليمين، فهيأدي معاك بشكل دفاعي بشكل كويس مع محمد هاني ومع السوليه. مركز الجناح الشمال افضل انه يلعب بالشحات. في مركز المهاجم انا افضل انه يلعب بمهاجم فريق الشباب سمير محمد، لانه المفروض انه على الاقل عنده اساسيات اللعب كمهاجم، وعلشان ما يقترش لاعب من لعيبه النادي الاهلي ويحطه في مركز غير مركزه. فانا اعتقد ان ده افضل تشكيل لو النادي الاهلي عايز يحافظ على حظوظه في انه يكسب. نروح لنادي بيراميدز. بيراميدز طبعا تقريبا هو اقوى فرقه في البطوله من حيث جوده اللعيبه وعدد اللعيبه اللي جودتها عاليه جدا. بيراميدز عنده فرقه اساسيه والاحتياطيين بنفس قوه الفريق الاساسي، وكمان فريق تقريبا شكله ثابت. يعني التغييرات اللي بتتعمل عشان بس الروتيشن، عشان انا عندي مجموعه كلها قويه فانا بنزل فلان بدل فلان علشان تبقى كلهم رجليهم في الملعب، لكن فرقه عندها الرؤيه واضحه جدا جدا وماشيه بخطى ثابته. اعتقد ان التشكيل الامثل والاقرب اللي يلعب بيه نادي بيراميدز يوم الاحد باذن الله هيكون احمد الشناوي في حراسه المرمى، الباك اليمين الشيبي، جنبه علي جبر واحمد سامي. على مركز الباك الشمال اعتقد كريم حافظ هو اللي هيبتدي، قدامه بلاتي توريه، جنبيه وليد الكارتي. وهسيب المركز الثاني اللي جنب وليد الكارتي ده فاضي وهقول لكم ليه. على مركز الجناح اليمين مصطفى فتحي، الجناح الشمال محمد عادل، قدام في الهجوم فيستون مايلي. في مركز واحد انا ما حطيتوش، هو مركز اللي جنب وليد الكارتي. ليه انا ما حطيتش المركز ده؟ لاني
المركز ده اللاعب اللي هينزل فيه هو اللي هيعبر عن فكر المدير الفني لبيراميدز وهيفكر ازاي. لو لعب بلاعب زي مهند لاشين او احمد توفيق هيحطه كرقم 6 تاني جنب بلاتي توريه، وهيحط الكارتي في مركز 10 في صناعه اللعب، وبالطريقه دي هو هيبقى بيحترم النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن يلعب برضه ببلاتي توريه في مركز 6، الكارتي يبقى في مركز بوكس تو بوكس مركز 8، ويلعب قدامهم برمضان صبحي. يبقى رمضان صبحي هو اللي هيبقى بلاي ميكر، هو اللي هيبقى حلقه الوسط في اللحظه دي. هو هيبتدي مهاجم شويه على النادي الاهلي. انا هلعب مع الاهلي جيم متوازن، ولكن الاقرب للهجوم، انا اللي هنزل مبادر، انا هنزل على الاقل ب4 لعيبه كلهم يقدروا يحطوا جوان وكلهم يقدروا يهددوا النادي الاهلي. ممكن يعمل حركه جريئه جدا، ودي انا استبعدها بصراحه، وخصوصا في بدايه اللقاء، انه يحط في صناعه اللعب او في الشادو سترايكر اكتر صديق اوجولا، بمعنى ان بيراميدز يلعب ببلاتي توريه وجنبيه كارتي، قدامهم من ناحيه الشمال محمد عادل، على ناحيه اليمين مصطفى، واثنين مهاجمين بيستون مايلي، وتحتيه مباشره هيبقى صديق اوجولا، بحيث صديق اوجولا لما تبقى الهجمه مع بيراميدز يا دوبك بس يسلم الكره وهيدخل في منطقه الجزاء كمهاجم تاني مباشره مع بيستون مايلي، ودي هتعمل مشكله كبيره جدا من الناحيه الهجوميه للنادي بيراميدز على النادي الاهلي. وفي في الدفاع لازم هيرجع يلعب في مركز 10 او يمسك الدايره، يقوم شويه بالدور اللي المفروض يقوم بيه لاعب صانع اللعب في الدفاع. بس بالطريقه دي هيبقى بيراميدز بيهاجم الاهلي بشكل كبير جدا، ويبقى نازل وهو مقطع بطاقته، يعني انا نازل اكسب يعني. بس الحكايه دي ممكن تعمل شويه مشكله من الناحيه الدفاعيه، لان النقطه الوحيده القويه عند النادي الاهلي هو قلب الملعب. فانت لو سبت له 2 لعيبه بس، بلاتي توريه والكارتي يدافعوا عليه، ممكن تعمل مشكله لنادي بيراميدز في وسط الملعب. مين الاقرب انه يفوز بلقاء الاهلي وبيراميدز؟ انا اعتقد ان كل فريق ليه حظوظه ولكن بشكل متفاوت. نادي بيراميدز اعتقد انه يقدر يفوز اللقاء ده بنسبه 50%، النادي الاهلي يقدر يفوز اللقاء ده بنسبه 20%، تعادل ما بين الفريقين بنسبه 30%. ليه قلنا النسب بالطريقه دي؟ نظرا لعوامل المكسب والخساره لكل فريق. هبتدي بعوامل المكسب لنادي بيراميدز، واولا جوده اللعيبه وعدد كبير جدا من اللاعبين في كل مركز، على الاقل في 2 بيأدوا بنفس الطريقه، يعني الاساسي زي البديل. نيجي للنقطه الثانيه، استقرار فني واداري ومالي كبير جدا في بيراميدز. نيجي للنقطه الثالثه، بيراميدز ما عندوش ظهير جماهيري هيعنفوا على الخساره او هيوتروا اثناء اللقاء، فمرتاحين جدا من ناحيه الضغط الجماهيري. النقطه رقم 4 وهي راجعه للنادي الاهلي، ان الكل في النادي الاهلي حاليا مهيأ للخساره من نادي بيراميدز، لدرجه ان في بعض الاخبار بتقول ان لو الاهلي اتغلب من بيراميدز بفرق 2 أو 3 فما اكثر، كولر هيكون اخر لقاء ليه دلوقتي، وهيتم البحث عن مدرب محلي، وغالبا الاسم المطروح هو كابتن حسام البدري. فعلشان النادي الاهلي من الداخل من المطبخ بيفكر ان احنا لو اتغلبنا 2 أو 3 هنغير المدير الفني، فاعتقد ان الروح الانهزاميه دي ابتدت تتسرب الى الاداريين والى اللعيبه، فدي مشكله كبيره جدا من داخل النادي الاهلي هم مصدرينها لنفسهم. نيجي للنقطه الخامسه، وهي نظرا لان الاهلي احتمال يخسر اللقاء ده في ظل افضليه لبيراميدز، عامل الجمهور في الاول هيبقى لصالح النادي الاهلي، بمعنى ان الجمهور هيحاول يشجع الفرقه في الاول، بس النادي الاهلي لو تلقى هدف مبكر او هدف و2 اثناء الشوط الاول، اعتقد الجماهير هتعكس وهيبقى في عبء على لعيبه النادي الاهلي، في ضغط كبير جدا من الجماهير، وممكن يصل للهجوم، ان جماهير النادي الاهلي هتهاجم لعيبه النادي الاهلي وهتهاجم الاداره. فالنقطه الخامسه دي كمان لو حصلت، الماتش هيروح في سكه تانية خالص يعني. فاذا بيراميدز قدر يركب اللقاء من الاول وقدر يجيب جون، اعتقد ان اللقاء هيفتح وان الاهلي مش هيقدر يرجع في النتيجه. نروح للعوامل المرجحه لكفه النادي الاهلي واللي ممكن تساعد النادي الاهلي على المكسب، وهي اولا الجرينتا والشخصيه الكبيره لبعض اللعيبه اللي بتظهر في الماتشات الكبيره، زي ماتشات الاهلي وبيراميدز او الاهلي والزمالك، وخاصه لعيبه من نوعيه السوليه مثلا، تلاقيها بيدي فوق ال 150% من الاداء الطبيعي بتاعه. نيجي للنقطه الثانيه، وهي ان كابتن كولر بيركز جدا في الماتشات الكبيره وبيبقى مخطط للقاء بشكل كويس، وما بيعملش الغلطات والتأليفات الكبيره اللي بيعملها في اللقاءات قدام الفرق الصغيره. نيجي للنقطه الثالثه، وهي القوه او الجمهور او التشجيع
الجماهيري للنادي الاهلي اللي هتبقى في بدايه اللقاء، في دفعه معنويه كبيره جدا هتيجي من الجمهور في بدايه اللقاء للنادي الاهلي. لو استغلها والامور مشيت هيتلقى الجمهور داعم ليه لغايه اخر اللقاء. لو نادي بيراميدز قدر يجيب جون واثنين زي ما قلنا، اعتقد ان الجمهور هيبقى ضغط على النادي الاهلي وهتبقى نقطه سلبيه. نيجي للنقطه الرابعه والاخيره من وجهه نظري انا، وهي التحكيم. حكم اللقاء هيكون حكم مصري، ما فيش طاقم اجنبي هيجي من بره. فاحنا بنشوف خلال الفتره اللي فاتت ان النادي الاهلي بياخد حقه ثالث ومثلث في التحكيم، وساعات بياخد اكثر من حقه. فخلينا نقول ان وجود حكم مصري هيضمن للنادي الاهلي عدم وجود اخطاء على النادي الاهلي، وممكن في بعض اللقطات الجدليه اللي تحتمل كده او كده يبقى القرار في صالح النادي الاهلي. يعني احنا لسه كنا شايفين لقاء النادي الاهلي في الجوله اللي فاتت مع فاركو، ضربه جزاء مش ضربه جزاء بس لمجرد وجود تلامس اتحسبت ضربه جزاء للنادي الاهلي. نيجي على العكس تماما تبص للنادي المصري في ضربه جزاء مثلا كانت على محمد الشناوي، الحكم اعتبر ان المسك ده هو تلامس طبيعي. فعنصر التحكيم اعتقد مش هيجي على النادي الاهلي، واتمنى انه ما يجيش برضو على النادي بيراميدز عشان نشوف لقاء فير يعني. ولكن نقطة معنوية من البداية للنادي الاهلي ان الحكام هيكونوا حكام مصريين، فعلى الاقل ما فيش حكم هيجي علي انا كالنادي الاهلي. اخيرا احنا كمشجعي نادي الزمالك ايه افضل نتيجة بالنسبة لنا في ماتش الاهلي وبيراميدز؟ انا شايف ان ما فيش نتيجة افضل. هما مش هتفرق نتيجة اللقاء بتاع بيراميدز والاهلي مع نادي الزمالك بقدر ما احنا نركز على نفسنا في الفوز بالماتشات الجايه، سواء الاهلي كسب بيراميدز او بيراميدز كسب الاهلي او هما الاثنين اتعادلوا. لو الزمالك كسب لقاء الجونه وبعدين لما لعب الاهلي ولعب بيراميدز قدر يفوز على الفرقتين، فهو هيتصدر الدوري ايا كان نتيجه لقاء النادي الاهلي ونادي بيراميدز. اتمنى بس ان اللقاء يكون ممتع، ما يبقاش لقاء ممل، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.